علاش البنك التشاركي او في بقيه العالم البنك الاسلامي كيسميوه ما كيعطيش الفلوس نقدا للناس اللي كيحتاجوهم؟ هو فعلا ما كيعطيش الفلوس، لان مبدا ديال القرض ما كاينش في الشريعه الاسلاميه. شنو كاين بدل القرض؟ القرض بطبيعه الحال هو انك تمشي تحتاج تمول شي حاجه ديالك خاصه في الشركه ديالك او في الدار ديالك، وتمشي تاخذ نقدا الفلوس يديروهم لك في حسابك وانت تتصرف فيهم، ومن بعد كترد داك الفلوس بزياده. هذا هو اصل الفائده الممنوعه في الشريعه الاسلاميه. اذا ملي نشات هذه البنوك الاسلاميه او البنوك التشاركيه في العالم، كيفاش لقات الحل؟ لانه ممنوع. الحل اللي لقات هو انت اذا كنتي غادي تبغي تستعمل داك الفلوس باش تشري دار، انا كبنك نشريها لك ونبيعها لك. بغيتي تشري سياره، انا نشريها لك ونبيعها لك. بغيتي دير مصنع، انا نشريه لك ونبيع لك. او اذا ما بغيتيش يمكن لي نشريه ونكريه لك اذا ما عندكش القدره باش تخلص دين وتبقى يعني متقل به. خلي الملكيه ديال داك العقار او السياره او الدار في ملك البنك ونكريه لك على 10 سنين او 12 سنه. هذا كاين المثيل ديالو في البنوك التقليديه كيسميوه الليزينغ. ومن بعد داك المده داك الكره اللي كتخلص كيتحسب شراء. بطبيعه الحال كاينه زياده في هذا الشيء كله. هذاك الثمن باش كنبيع لك انت راني زدت عليك مقابل داك الاجل. في الشريعه الاسلاميه الاجل عنده مقابل. الحاجه اللي ممنوعه هي الفلوس مع مقابل الفلوس، هذه ما خصهاش تروج. علاش؟ لان هذه العمليه ديال النقد مقابل النقد كتولد تضخم، وكتولد واحد السلوك ديال الناس كيبداو يستدينوا ويكثروا الديون ديالهم بلا ما يعرفوا الاستعمال ديالها. كاين اليوم في المغرب وفي العالم كله شركات عديده غارقه في الديون. علاش؟ لانه فوق ما طلبت الفلوس وعندها ضمانات صحيحه، اراضي ولا عقارات ولا كذا، كتاخذهم، وذاك الفلوس ما كتستعملهمش في الانتاج الحقيقي، كتستعملهم في اشياء جانبيه حتى كتغرق في الديون. في البنوك التشاركيه ما يمكنش يوقع هادشي، لانه ما غادي نسلفك الا باش تشري كاميو اللي كيهز السلعه، او باش تشري مصنع، او باش تشري ماكينات، او باش تشري سلعه تروجها. واذا كنتي بعقلك كمقاوله غادي نثق فيك. بطبيعه الحال غادي تقول لي الموظفين حتى هما كاين هذا النوع ديال التوجه، غادي نشريو لهم داك الشيء اللي محتاجينه ونعاود نبيعوا لهم. ربما هذه الفلسفه هذه اللي حاربت، هذه فلسفه، هذه نظريه ديال الدين الاسلامي والدين المسيحي والدين اليهودي، كاين هادشي في الكتب المنزله كامله، كتحارب الفلوس مقابل الفلوس، وكتخلي الرواج الاقتصادي هو الاساس باش النقد والبنوك والتمويل والماليه تكون غير تابع للنشاط الاقتصادي. والا كنقلبوا الهرم. هادو الخبراء ديال الاقتصاد كيسميوه الهرم المقلوب. كيولي الاقتصاد كيخدم على الماليه، بحال اللي كنقولوا خدمه التعس للناس. خص الماليه تكون تابعه للاقتصاد. فملي كتبدا دول وبنوك كتطبق هذا الشيء كتقاد شويه ذاك الهرم وكيولي الاقتصاد معافى وبخير. انا توقعي ان هذه البنوك اريد لها ان تنشا واريد لها ان تنجح، وسوف تنجح، لان اولا الاحتياطات كامله خذتها السلطات من اصدار قوانين يعني محكمه ومحبوكه، بينما عديد من الدول الاسلاميه اصدرت بنوك دون قوانين كتشتغل على هامش القوانين. فهذا الاحتياط الاول. الاحتياط الثاني هو انه الرقابه الشرعيه لدى المجلس العلمي الاعلى ممركزه، ولن يكون فيها اي تساهل او اي تضارب. فهذه مساله كذلك مهمه جدا. المساله الثالثه هو أن القانون اللي كيشمل البنوك الاسلاميه هو نفس القانون اللي كيشمل البنوك التقليديه. المساله الرابعه، البنك المركزي عنده سمعه كبيره في الحكامه والحكمه في تدبير السوق النقديه. فهذه الخبره ديالو اللي كيجعلها في خدمه البنوك التقليديه غادي يجعلها في خدمه البنوك التشاركيه. ونضيفوا ونختموا ان الانتظارات ديال المواطنين كبيره جدا. انتظارات الافراد كانوا استجوابات كيبينوا بانه 74% من الناس اللي استجوبوهم كيقول لك انا غدا كنتسنى هذه البنوك، لانه انا ديما كنت مكمش وما كنمشيش للبنوك التقليديه. بالنسبه للكلفه ما غاديش تكون اعلى. الكلفه لا نستطيع ان يعني الان ان يعني نحدد بالضبط كيف ستكون هذه الكلفه، ولكن هناك قرائن وارهاصات اوليه، منها انه التنافسيه التي ارادتها السلطات غتكون مفيده جدا. 8 ديال البنوك نشأت في دقه واحده غادي تنافس بيناتها وستضغط على الكلفه الى الاسفل. هذه البنوك هذه هي نفسها البنوك عندها هذه مستقله. هذه في الحقيقه
هذه المساهمين ديالها استاذ وليد، المساهمين هما انفسهم. هما انفسهم يعني اذا كانت تكون المنافسه ما بين البنوك التشاركيه ما غاديش تكون ما بين البنوك التشاركيه والبنوك الكلاسيكيه. الواقع انه هذه البنوك التشاركيه غادي تلجا لواحد السوق جديده، السوق ديال الناس اللي ما كانوش كيلجؤوا للبنوك، او السوق ديال الناس اللي عندهم حسابات في البنوك وما كياخذوش قروض، فما غادي تنافسش البنوك الام. ونشوفوا التاريخ شنو عطى. هذه 40 سنه والبنوك التشاركيه والاسلاميه موجوده في العالم، في مصر وفي تركيا وفي الاردن ما كتفوتش 5-6% من السوق. فانا توقعي الشخصي كخبير هو هذا اللي غادي يكون، ما غادي يكونش واحد يعني الاكتساح كبير وما تكونش نفس. ما نتوقعش ان يكون استثناء مغربي، لانه ماشي في المصلحه ديال الاستقرار ديال المنظومه المصرفيه، هذا هو اعتقادي، ولكن في مصلحه تنويع العرض. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة